منور الدنيا يا سيدنا. طبعا النهارده يوم العربي، يوم الحد دايما يوم العربي. المهم المحاضرة 12 نزلت امبارح وانا بخلص المحاضرة يوم الحد. ف بس هو يوم فيديو يوميات عادي، بس ان شاء الله عاوز ابقى اعمل محتوى مختلف شوية عن اليوميات، محتوى كده جديد مبتكر محدش عمله قبل كده. فانا بخطط لافكار فيديوهات، وقدرت ان اجيب شوية افكار كده حلوة وحاجات. ان شاء الله الفترة الجاية هنزل اكتر، لان انا غايب بقالي 3 اسابيع او شهر تقريبا، قرب الشهر. فطبعا انت عارفين ضغط التراكمات والكلام ده دخلة الشتاء والتعب فخلتني. بس والله مش حجة بصراحة ان اغيب 3 اسابيع. المهم هعوضكم بفيديوهات كتيرة يا عم، ابسط يا عم. طبعا ناس كتير مش عارفين ان انا عندي جروب تليجرام، وبنعمل فيه معسكرات كل يوم وتحفيز. ولو في عندك اي مشكلة، اي حاجة مش فاهمة، اي حاجة عايز تعرفها، تسأل الناس هتساعدك. وكلنا كده جروب تالتة ثانوي مع بعض، فاهم حاجة مش عارف. هو انا بقول ايه انا؟ حاجة مش فاهمها، حاجة عاوز مثلا تستفسر عنها، فاهم حاجة زي كده، هتلاقي ناس على طول بيردوا عليك. إيه، طلعت ثالثة ثانوي، فاهم، نساعد بعض. وكل يوم معسكر مع تحفيز ومعسكر وحاجات وبريك. هتلاقي رابط تحت. لا لا، مش تحتك، لا ما تبصش تحت، هتلاقي رابط تحت في الوصف. المهم خلونا نبدأ ونشوف المحاضرة ال 12 بتقول ايه. انا متحمس مش عارف ليه بصراحة، اول مرة اتحمس لمحاضرة. بسمع ان المحاضرة دي سنتر، فخلينا نشوف هي سنتر ولا لا. تمام، خلينا نشوف. منصة مستر محمد صلاح. لازم يكون عندك عنصر روقان وانت بتذاكر، لو غاب العنصر ده غاب كل حاجة. تمام. بسم الله، كورس الشهر الثالث. لا 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 لا. ورينا يا عمنا، ورينا سيدنا. المحاضرة الثانية عشر. طبعا أنا سمعت التنبيه ده. تمام، فهو أتوقع إنه محاضرة سنتر يا جماعة على فكرة. هيكون فيها نصيحة مستر محمد صلاح، أكيد هنسمعها. نصايح مستر محمد صلاح حرفيا يعني بتغير من شخصية الواحد 360 درجة. يعني لما بتيجي الخلفية، عارفين الخلفية اللي هي بتاعت، هظهرها لكم في المونتاج دي. لأيوة دي بعرف إنه في نصيحة جاية، فاهم، فأنا بقعد أسمع ومركز. النحو شرح اسم الزمان والمكان، 72 دقيقة. لا، اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي وتدريبات الحصة وسندوتشات، فول وطعمية وترابيزات بلياردو وكله. الأدب، مدرسة الديوان، تدريبات الحصة. والأدب بشكل مختلف. أنا بصيت عليها بصراحة دي قبل ما أبدأ التصوير. عارفين فيديوهات مستر محمد صلاح القديمة اللي هي بتاعت الرسومات الكروكي؟ هي دي بقى. بس مش عارف الصراحة اعتمد عليها ولا لأ. أنا أسمع شرح الأدب الأساسي. طب ليه أسمع شرحين؟ في التعبير نموذج الربط بين فقرتين. ماشي، خلونا نبدأ في أول حاجة. بسم الله. مقدمة ماشي، خلينا نشوف. طبعا خلصت النحو دلوقتي. هأدخل ألخص اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي. بس في حاجة، إنه فاضل المدرسة الديوان، وفاضل نمط اللي هو الربط بين فقرتين، وأكون خلصت المحاضرة إن شاء الله كده. فألخص الدرس، وإن شاء الله أرجع تاني أوريكم التلخيص. طبعا لخصت اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي، هو ده تلخيصي. اسم الزمان الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، الثلاثي مفعل مفعل. وقلت الشروط، وده من غير الثلاثي طبعا، اللي هو على نفس وزن اسم المفعول. وهنا بقى نفس اللي هنا، بس الفكرة إن أنا بسأل عن اسم المكان بمكان، واسم الزمان بكلمة وقت. اللي ذاكروا الدرس يكونوا فاهمين الكلام ده. المصدر الميمي الفعل الثلاثي وغير الثلاثي طبعا. فعل الثلاثي مفعل مفعل. الشروط هو نفس اللي فاتوا برضو، بس الفكرة إن في المصدر الميمي بنشيل المصدر الميمي ونحط المصدر الصريح. مالكمش دعوة بالحرف ده، عشان الدنيا باظت عندي، اتلخبطت وكتبت كلمة غلط، فاضطريت انتوا فاهمين.
تمام. صليت الفجر ورجعت وخلصت النحو. كده هيفضل بس مدرسة الديوان ونموذج الربط بين فقرتين تعبير. طبعا أنا بحل التدريبات الأساسية من كتاب كيان، لأنه كتاب كيان تدريبات كتير خالص، مش هعرف أخلص كل ده، وأنا وقتي يعني ما يسمحش إن أحل كمية الأسئلة دي. فأنا بسيب التدريبات المتقدمة وتدريبات الواجب لحد المراجعة الشهرية التالتة إن شاء الله. دلوقتي الساعة 6 الفجر، عاوز أنام قبل ما أبدأ مدرسة الديوان. فأنا جوعت عايز آكل أي حاجة، بسكوت ولا حاجة وأنا بسمع المحاضرة، لأن حرفيا أنا بقالي فترة مكلتش من الساعة 6. مين بياكل في الوقت ده؟ أنا مش عارف أنا مين بني آدم اللي صاحي في الوقت ده. فتعال معايا كده، مش هسيبك أنا، بص هخليك تشوف الفيديو للآخر، وتنسى تحط لايك. طبعا أنا قررت أشتري بسكوت نواعم، مش عارف ليه بس حاسس إنه بسكوت الطفولة. انا اخر مره اكلت بسكوت نواعم يمكن من كام سنه، من 3 4 سنين حرفيا. هو حد فاكر البسكوت ده؟ كام البسكوت؟ 5 باوند. 5 باوند. اوه انجليزي. لا ماليش في الانجليزي، انا النهارده عربي. تمام. وانا إيه اللي بقوله ده يا عم؟ انا صعب مش عارف انا مين صاحي الساعه 6 الصبح. ما ينفعش يتاكل بسكوت نواعم غير بشاي، فانا اروح اعمل شاي واخدكم معايا يا عم. يلا ابسط يا عم، يلا تعال، هو انا ورايا. السلام عليكم، معكم وجدي ابو الليل، وهوريكم الطريقة المثلى لعمل الشاي. تقول لي ليه استخدمت كلمة المثلى، ما تقول الطريقة الأحسن؟ أقول لك النهاردة يوم العربي، فلازم نستخدم كده الكلمات الأسطورية. أنا بقول إيه يا عم؟ أنا بقول إيه؟ تمام. حط معيار كوباية وشوية، عشان إيه؟ أنت فاهم، مش محتاجة شرح. بس طبعا شاي الوردة خشن غني عن التعريف. معلقة بس كده. وهحط سكر زي اللي بتفرجوا على، بس كده. يلا يا جماعة الساعة 6:30، أنا عايز ألحق أخلص الأدب والبتاع ده مش عارف ايه التعبير، عشان ألحق أنام يا راجل. الناس كلها نايمة وإحنا عفاريت الليل. طبعا أنا خلصت اللي قدرت أخلصه، فاضل جزء بسيط أخليه المرة الجاية إن شاء الله. مش هياخد مني ساعة زمن بالظبط، أكون خلصت المحاضرة كلها بكل حاجة إن شاء الله. علشان حاليا الساعة تقريبا 7 إلا 5 دقايق، فعاوز ألحق أنام عشان ألحق أصحى. وبس انا كده خلصت. استنوا ان شاء الله الفترة الجاية محتوى نار. فلما كنتش اشتركت في القناة اشترك يا عم، يا عم اشترك بالمرة يعني. انزل كده بص، دوس على الزر اللي هي هتلاقيها برا كده، اشتراك بس. الله ينور عليك. وبس انا كده خلصت، والسلام. لا لا، قفلة عادية خلاص مش